بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم حلوين؟ عاملين ايه؟ النهارده هناخد علامات الترقيم، ودايما بنلاقيها في الأسئلة. تعالوا نتعرف هنكتبها فين في الجملة. هي طبعا حاجات بتوضح أو علامات بتوضح اصطلاحية بتكتب أثناء الكلام أو في نهايته، بتوضح المعنى وبتوضح لنا الجملة بتعبر عن ايه. تمام؟ طيب، زي علامة الاستفهام بتبقى في آخر السؤال، أو علامة التعجب بتبقى في نهاية الجملة التعجبية زي ما أجمل الزهور. زي الفاصلة بتبقى كأنها زي الوا كأننا بنجمع حاجة أو بنضيف حاجة. زي النقطة اللي بتبقى في نهاية الجملة، زي النقطتين اللي فوق بعض اللي بتبقى اللي فوق بعض دول بتبقى بعد القول، يعني قال فلان، قال أبي مثلا. هنا قال أبي لازم يبقى فيه نقطتين، أنا أحب كذا. زي النقطة الفاصلة المنقوطة، الفاصلة وتحتها نقطة يعني بتتكتب كده، ودي بتعبر عن جملتين واحدة فيهم سبب للتاني. زي مثلا لماذا تشرب اللبن؟ أشرب اللبن لأكون، أهيت لأكون، يبقى إيه مع لام إيه التعليل. تمام؟ التعليل. طيب، تعالوا نحل شوية تمارين عليها بسيطة كده، وهي سهلة خالص ما فيهاش أي حاجة. بيقول لي هنا استيقظت الساعة 6 صباحا، ما فيهاش أي حاجة خالص ولا بتبين أي حاجة، يعني هنحط نقطة عادية. كيف نكون أصحاء؟ فده سؤال هيبقى علامة استفهام. ما أروع الزهور، دي أسلوب تعجب، يبقى هنحط علامة التعجب. تلك السماء صافية، لونها أزرق، شمسها ساطعة. آخر الجملة لازم تبقى فيه نقطة، وهنا كأنه بيقول وكذا وكذا وكذا، يبقى فصلة عادية خالص وما فيهاش أي حاجة. أين تسكن؟ ده سؤال، يبقى علامة استفهام. ما أجمل الحرية، علامة تعجب. زرعنا الحي بالأشجار، يبقى هو ممكن نحط نقطة علشان دي آخر الجملة. تمام. شكرت فرح أمها وقالت. بعد القول بنحط نقطتين فوق بعض. الحمد لله لقد وجدنا حلا للمشكلة. آخر الكلمة نحط أو آخر الجملة نحط نقطة. طيب، الحمد لله ممكن نحط مثلا اللي هي الفاصلة المنقوطة. هنا في الحمد لله نحط فاصلة عادية. تمام، لأن هي مفيش سبب في أي حاجة، تبقى فاصلة عادية. هيا نرسم خريطة لتقومي، أيوة، يبقى هي هنا دي الفاصلة المنقوطة علشان فيها لام التعليل. تمام. طيب، يا رب يكون برضو الأمثلة بسيطة وآخر الكلمة نقطة، وتكون فهمتوا علامات الترقيم بتتحط فين في الجملة. فيديو بسيط كده وسريع، وإن شاء الله هحللكوا تمارين الأضواء وسلاح التلميذ على علامات الترقيم، وتكون سهلة وبسيطة. بالتوفيق للجميع. ما تنسوش السبسكرايب وشير واللايك للفيديو علشان يوصلكوا كل الجديد. ومع السلامة، باي باي.